السلام عليكم. دكتور قدير حسناء، اخصائيه في امراض الشرايين والاورده وعلاج الدوالي. اليوم بغيت نشرح لكم كاينين شي مرضى كيجيو عندنا كنشوفوهم في الفحص، كنديروا الفحص تاعنا كنقول لهم فوالا نديروا العمليه بلازر، من بعد غنحتاجوا واحد الحساسيه بالحقن. تيقول لك وانا ملي غادي ندير لازر علاش غنحتاج هاد التصليب بالحقن؟ الوغ جو فوز اكسبليك بوركوا. علاش؟ لانه اللازر كيعالج الاورده العميقه، داكوغ، واللي تيكون لو تراجي تاعها ريكتيلين، يعني كتكون مستقيمه، حيت هي سيتون فيبر كتطلع، دونك لافين ولا الوريد خصو يكون مستقيم. من بعد بيان سور حنا بحال هذاك اللازر كنعالجوا به واحد 80 حتى 90%. يعني ديجا ملي كنختاروا التقنيه ديال اللازر يعني كنكونوا عارفين راسنا راه واحد 80 90% ديال العلاج درناها باللازر. دونك اللي بقى تيكون تكميلي لشنو؟ لهذوك الاورده اللي تكون ملتويه، اللي كيكونوا اون جينيرال في الساق لتحت او ميم بارفا في الفخذ. هنا الا كانت ملتويه اللازر ما غاديش يدخل فيها، دونك غادي نحتاجوا واحد الحساس تاع التصليب بالحقن. دونك شنو كنديروا العمليه تاعنا، كنقوموا باللازر، كنحيدوا واحد 80%، كنشوفوا المريض تاعنا من بعد في الكونترول، كنعطيه واحد موا على ما بان الريزولتا فينال، وداكشي اللي بقى لينا بيان سور تنكملوه واش حصه جوج ثلاثه، يعني كيف تنقولوا تكميليا لذاك العلاج اللي قمنا به. اي بيان سور حتى التصليب بالحقن المريض كيقوم كيتمشى، كيقدر يديرها حتى في لابوز ديال تاعو، كيجي للعياده كيدير الحصه تاعو وكيمشي، يعني ما تيكونش توقف عن العمل لا على النشاط الرياضي ديالو.